شفت اللي ترابط بالحدود اللي رمت برواحها لأجل الوطن في التهلكة. سموا قطاع العسكرية من رتب ولا جنود أكثر ما يعرض للخطر واكثر ضحايا المعركة. الأمن يسهر لمننا واكثر عباد الله رقود والجيش يكفي انه يدافع عن حدود المملكة. اسود يحمون الحمى والأمن بإذن الله يسود. هذه حقيقة واضحة ما هي علوم فبركة. من واجبات العسكري يوفي ويصدق في الوعود لكن من حقوقه علينا ندعمه ما نتركه. يا سيدي 90% من العسكر وزاد ما عندهم لأولادهم مسكن وبيت يملكه. وكيف ما يسكن وهو اللي عن ذرى حتى يذود. يا سيدي والخير واجد والديار مشبكه. حتى رواتبهم بعد يومين ما هي بالوجود. ثلثينها للبنك والباقي فلا فيه بركه. تسديد فاتورة غلا الأسعار والجيد يجود ويجيك سارية يمص الدم ولا يسبكه. يا سيدي جودك يبل حلوق ويبرد قبول وابطالنا تحتاج عطفك وانت عطفك ندركه. هم يستحقون الوفاء وانتم لها يا للسعود. اما ولهم ضلع راسي والهوى ما حركه. لاحتجتهم تبشر بعزك يا وطن ورقى سنود. واللي طمع بك نكحل عيونه وخشمه نفركه. عاشوا حماة المملكة